إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الهوى حجاب بين العبد وربه، واستحق به غضب الرب واستحق به غضب الجبار، وحرم أتباعه منازل الأبرار. فلم يجعل الله سبحانه وتعالى للجنة طريقا غير مخالفته، يعني مخالفة الهوى، ولم يجعل للنار طريقا غير اتباع الهوى. قال الله سبحانه وتعالى: فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. للهوى جهاد، فجهاد الهوى إن لم يكن أعظم من جهاد الكفار وليس بدونه. قال الرجل للحسن، يعني حسن البصري: يا أبا سعيد، أي الجهاد أفضل؟ قال: جهادك هواك. قال ابن القيم رحمه الله: وسمعت شيخنا يقول: جهاد النفس والهوى أعظم من جهاد الكفار والمنافقين، من الجهاد اليهود والنصارى والمنافقين، فإنه لا يقدر على جهادهم حتى يجاهد نفسه وهواه أولا. وتجد أن الله عز وجل يصف الهوى في أكثر الآيات للكفار: ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: قل لا أتبع أهواءكم قد دللت إذن وما أنا من المهتدين. اتباع الهوى هو إيثار النفس إلى الشهوات والانقياد لها فيما تدعو إليه من معاصي الله عز وجل. أن يعلم أن الهوى ما خالط شيئا إلا أفسده، فإن وقع في العلم أخرجه إلى البدعة والدلالة، وصار صاحبه من جملة أهل الهوى. أن يعلم أن الشيطان ليس له مدخلا على ابن آدم إلا من باب هواه حتى يفسد عليه قلبه وأعماله. أن الله سبحانه وتعالى قسم الناس إلى قسمين: أتباع الوحي وأتباع الهوى. وهذا كثير في القرآن، كقوله تعالى: فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. أيضا يقول الله سبحانه وتعالى: ولئن اتبعت أهواءهم بعد الذي جاءك من علم. أن الله سبحانه وتعالى شبه أتباع الهوى بأخص حيوانات سورة. يقول الله سبحانه وتعالى: بأخص حيوانات سورة فشبههم بالكلب تارة في القرآن. يقول الله سبحانه وتعالى: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث. إذن أن متبع الهوى ليس أهلا أن يطاع ولا يكون إماما ولا متبوعا،
فإن الله سبحانه وتعالى قال لإبراهيم عليه على نبينا الصلاة والسلام، قال الله عز وجل: إني جاعلك للناس إماما. يقول الله سبحانه وتعالى لنبي الله إبراهيم، قال: إني جاعلك للناس إماما. قال: ومن ذريتي. قال: لا ينال عهدي الظالمين. نعم، أي لا ينال عهدي بالإمامة ظالما، وكل من اتبع هواه فهو ظالم، كما قال الله سبحانه وتعالى: بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. وأما النهي عن طاعته قوله سبحانه وتعالى: ولا تطع من غفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. أن الله سبحانه وتعالى جعل متبع الهوى بمنزلة عابد الوثن، فقال الله سبحانه وتعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، إلى آخر الآية. وقال ابن عباس: ما ذكر الله سبحانه وتعالى الهوى في كتابه إلا ذمه، وأصل الدلال اتباع الذم والهوى، كما قال الله سبحانه وتعالى في من ذمهم: إن يتبعون إلا الذن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. أن متبع الهوى، أن اتباع الهوى من المهلكات. قال صلى الله عليه وسلم: ثلاثة منجيات وثلاثة مهلكات، وأما المنجيات فتقوى الله عز وجل في السر وعلانية. ثانيا، وكلمة الحق في الغضب والردى. ثالثا، والقصد في الغنى والفقر. وأما المهلكات أولا فهوى متبع، وإيجاب المرء بنفسه، وشح مطاع. رواه البزاري وابو نعيم وصححه الألباني رحمه الله. أن مخالفة الهوى تورث العبد قوة في بدنه وقلبه ولسانه. قال بعض السلف: الغالب هواه أشد من الذي يفتح المدينة وحده. ومتبع الهوى فإنه كثيرا ما يترك العلم اتباعا للهوى، إنما يترك العلم لاتباع الهوى. ولهذا حذر السلف عن مجالسة أهل الهوى، كما قال أبو قلابة: لا تجالسوا أهل الهوى ولا تجادلوهم، فإني لا آمن أن يغمسوكم في دلالتهم أو يلبسوا عليكم ما تعرفون. يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه: أخوف ما أخاف عليكم اثنين: طول الأمل واتباع الهوى. وأما طول الأمل فينسي الآخرة، وأما اتباع الهوى فيصد عن الحق. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على نبي المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه. الهوى حجاب بين العبد وربه. فإن لبو جل ديمون، فدي لبو نمني هدون غرتي، فدي لبو تنجو جليانو girdoo fi gartee khaliqa jidduu akka nuti khayrii takkan daleene akka nuti gaariin goone gaagama guddaa keessa nu buusu jirti. Yoo fedhinnaa lubbuu taate malee khayrii dalaguu waliin dhorkaa maaltu jira? Ibaadaa godhuu waliin dhorkuu maaltu jira? Illaa ittibaa'ul hawaa yoo taate malee. Kanaaf namni fedhinnaa lubbuu isaa jala deemu, namni fedhinnaa lubbuu isaa khilaafee jannata seena. namni fedhinnaa lubbuu isaa jala deeme ibidda seena. Waa laa shakka fi dhaalika. فأما من طغى لربي سبحانه وتعالى أي تجاوز الحد أبو نمني دانغا تركان فتح صلاة ديسة عبادة ديسة خير ديسة دنتو بخيسة تاو صلاة واجبا سلانة سبي سلانة نماز تاو فانا تكتتت إن يبدأ نمخنا سبي جمان صلاة يتيو غافت أكثر الناس إلا نما رب رحمة قريف ملي صلاة جمان خلوه الجن سبي. إذن أليس هذا اتباع الهوى ما تكنا قدا قاترا قلقلات قاترا قلقلات مصيبة قلقلات نقما موبايل غفورتا وريتما واجر جلو سينا ودما النيان نزان سقلتاتي نرفا أجابني أول الله سوكي خودي سيدلقا فون الله. هذا مصيبة. أليس هذا اتباع الهوى؟
فأما من طغى نمني دانجا تركان فتى وآثر الحياة الدنيا جنو دنيا فلت بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. إذن جنو دنيا دمتو تأتي كل درتي أيوتي خيسا دي تباتو خبين كمني هتشون كمني قولا قدوم مرتين قبوتي قل لا دفتي قل لا ديمو تيسي لا شك في ذلك. أبو يدي تكتان قل لا ديمتا فوقي جارتي دفتي ديمتا مخينا هرتي دلتي وانا الدعادة تفا دفتي ديمتا وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم يا ربي سبحانه وتعالى دفتني دوني والو بسنين خليني ولقد جئتمونا فرادا قل لا خبان دفني كما خلقناكم أول مرة. إذن ولماذا الطغيان؟ فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. جهنم بوديسات شكيتك ملك جهنم بوديسات. وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى وأما من خاف لم يسدات مقام ربه فربي في يدوان دابا نجي يادو قلقل الرفيس بي صلاة أراك بابا أفانك بيكو سيبنا قلقل الرفيس بي جمع صلاة سبي ساسلانن نم ربي سبحانه وتعالى سبي خيه تلقبت مرة نم ربي سبي لا في سيدي جمع صلاة صلاة بودا لافا زوري لافتو جمع في صلاته أصلي لافتو مخين إشاري لافا نمني هوا لبو إساء إنجي فتشو دتبه لبو إساء تكتي تنا صلاة سبي ركاسو دتبه अब सो को जानी इमाम रहो उठाए करके कान पूरे लोगों वाले ताए करके बीती और मार रहे थे ये चुने अल जिहाद लिल हवा जिहाद फजिहाद अल हवा इल्लम यकुन आदम अब सो गरुन हवा लुबु तेते रत्ती अब सो करके काफिर रत्ती बोडुले योंगे ये वलाकिन मो यो अब सो काफिर रत्ती बोडु फेते दूर अब सो लुबु तेती गो अब सो लुबु तेया गो जिरा को तेजे. ولهذا تناف حسن البصري رحمه الله قربان دافت أي الجهاد أفضل أبصون تم ترجع على جناني جهاد هواك اليوم أبصون لبو تيتي بدو رجع أبصون تراب أبصون لبو تيتي وربي جو بدو أبصون تك جهاد الجبا يجوم أبصون لبو تيتي ربوت لبو تيتنا بك اسم فيتولجو نتي بك ربي فيتولجو من الذي يستطيع حرام الرافقات بجي فقاتشو ربا الرافقات بجي فقاتشو بكنتان دابتي سينجي دابتشو لبو. إذن هل نجاهد أنفسنا لبوت الجهاد تقول جرا قلوا تنجل كرا اسم فيت ديمو جر نمن لبو إسا كرا اسم فيت ديمو أبسو كرو دمتا أبسو إسلام آتنا تايتو ملولي بيتو ورمان ريتنا ماري لكنا نموتي يهودا كنموتي لكن تفيسا هذا لا ينفع. إيرتا تطبان کرتے عبادہ بڑی دعائی دینے کے ربی خردوف خدا چیزیں کا ربی لولتے نما خوبچو لتے اسے بیتو ورمان ماري نتكشولا أو وغاسيا توسي. إذن ابن قيم الجوزي وانجو سمعت شيخنا يقول يعني شيخ الإسلام ابن تيمية جهاد النفس والهوى أعظم من جهاد الكفار. جهاد النفس والهوى لبو في فدنا لبو رتق أبصوغلون جهاد كافر الرجال جهاد يهودا في قرتين نصارى في شيطانا في بلاقلا رت جهاد غوتو رجال جهاد لبو एक यो जिहाद लुबू तेती इंजी फत्ते साहबा ने तुम्हारा बीवनी की करते भी ये तू अब सनी असगन लोगों थे हिसाब बत रब्बी के मना हवा लुबू वाल जाली कबल लुबू सानी जलन देवन वार रब्बी fi रसूली फिर जल देवन नबी रब्बी fi रसूल वाम फिर जल देवे अबदन ला यस्तती तो कुल्लेनु यहूदा इंजी फच्चुदाफ ला बुद्ध उम्मन मुस्लिमा किताब रब्बी देनु इذا تركتم الجهاد إذا تبايعتم بالعينة يعني الربا إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالذرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم الذلة تكي الدنيا الرجل فلان عالم الإسلام تكي يسار رجل برته يتعاملون بالربا مسلم تجر الربا به ربا نقدتشا لون جل ديما نقد جل فيقا دتشي قدتشا سيرا أبسو إسلاما إيساني إيسانتي سلا درتي والتو بربادا خزيين غنا تكيني غنا يوم ملك تترجو إلى دينكم أنك درتي كما دين كسلي دين كجد دينو مسجد وقفا كفودا مسجد أو بوندي سلام تنجرو أمة مسجد أو بوندي سلام لي أبسو مال غريتا أبسو بوسان كتبه إذن أعظم من الجهاد الكفار
جهاد قبصو كافرات منافقة بوترة جهاد الأبود رجع على سنجا تلاف اتباع الهوى ولا تتبع أهواء الذين كذبوا بآياتنا يا ربي فإنا وراء آيات خير خير سيسي جلن ديمين نوتي ربودا فإنا يهودا في نصارى جلن ديمين ولسان بلن بول دوبرتين تيجي درتي بكيو برتي تيك توكي في مالي في بلادلا لالدو سنة اليهود لا تتبعون سنن من كان قبلكم شبرا بشبر ذراعا بذراع لو دخلوا جهر دب لدخلتموه من هو يا رسول الله اليهود والنصارى يهودا في النصارى ما انت ايه سلعي ايه مثلا ايه مثلا ايه يو انسان انتهي ايه يو انسان انتهي نجيب يجو اذا اتباع الهوى هو ايثار النفس الى الشهوات وان فإنا لبن كينيا جد جلدين للي فإنا لبن ساجلدين فإنا ربي في رسول الله يقول والله يقول تنا براجل اتهما ولا من لندجو سندجو نقول إذا تيرا أسري بكجرو خيمان دوخ نمسجد نمان دوخ جرتي دول جرت اتباع الهوى وتسجيل كسر اتباع الهوى وتسجيل كسر لا شك في ذلك نما يغرتي يروسا مال رفيق جرا فإنا لبن ساجل رفيق جرا تايمي إذا مال رفيق جرا نبي خبره أليس هذا اتباع الهوى كسب مقسم إنما ما كان بكلام باس ربي أتباع الوحي وأتباع الهوى مرنا لما باس مرنا بقول وحي وانا ربي جلده حديث رسول الله جلده رجالا وقليل من عبادي الشكور وقليل من عبادي الشكور دبرت خير رواتب وانجي أنا جلده الفتح هنجي رب يسوع سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ذكري بدو بكتها أو ذكري بدو أنت جرا إنجيل وقليل من عبادي الشكور وأتباع الهوى ورفلنا لبوساني جلده موتو فلورا ورفلنا لبو جلده موتو بودا الدنيا تنبتيجو تنا إذن تناف ربي سبحانه وتعالى مالجي فإن لم يستجيبوا لك يوسي أواجو جدا يا إرجماقية فاعلم به أنما يتبعون أهواءهم نعم يومان أتتدوفتين قرآن هنا جدا صلاة يو جدا حرام الرافقات يو جدا شركي تنا يو جدا بلا دلال يلا ديمو بلا يومان أتتدوفتين كان جدا فاعلم به أنما يتبعون أهواءهم به فإن لبوسا يلا ديمو جدا أما رسول يلا ديمو أما قرآن حديث يلا ديمو أما فإن لبوسا يلا ديمو فإننا لبوجين سنة يهوداتي في شوفيته تريد ماذا؟ تيسير درتي أكنا بارين أكنا تاتي أكسي يبا خاصة خيمري المسلمة مالي جلال جيلان أني متانك يا مالك تنجر جيلان ولئن اتبعت أهواءهم جل ربي سبحانه وتعالى يوفل إنا إساني جل ديمت وان إسان فلن أكاتا إسان فلن جل يو ديمت بعد الذي جاءك من علم إيجا بيكم سيستو في يو جل ديمت بيتر دورة دبي كرته إذن نما فإننا لبوسا جل ديمو ربي سبحانه وتعالى سرير فكيس فكين عجائبا سرير بأخص الحيوانات واتلو عليهم واتلو قرئ عليهم على هؤلاء اليهود واتلو على بني إسرائيل الرد قرئ ورا بني إسرائيل إيه واتلو عليهم نبأ أي خبر الذي آتيناه من آياتنا آياتك يا خليلي برلوتا براتي فانسلخ كيسا لقيت رئيسه أمر وركنا كتابه بيخبر واللسانة كتابه بيخبر قرآن بيخبر قرآن مال بيخبر نمني كتاب ربي بيخبر واللسان نمني كتاب ربي بيخبر صلاة إيسير رفع صلاة الرفع جمار رفع نمني كتاب ربي بيخبر نمني نبانغرته إني أكت اتدلقوا براتي جند خيزة صلاة جند صلاة منسى صلاة فانسلخ لقيه حسابه وفبرته سننا فبر راشان تا حساب بوه سيغله فاتبعه الشيطان فكان من الغاوين شيطان جل فته ورغته جل سنراته ايغ سيمال جدوب ولو شينا لرفعناه بها اي بهذه الايه برلوت خنا سلا اون سفونا مال جالرته بلا ماتو ابو ان غربا خنا سلا صدركا بدونين جو فدا جدبه بو ان ماركا متلاتا واديس جا سلاولين فروفه أنكو ستخليني سلاول بيننا سيلا ولو شينا ربي لرفعناه بها ولكن أخلد إلى الأرض لفبت تبقى دنيا فلته فمثله كمثل الكلب فكي نساء كسريت إن تحمل عليه يلحف أو تتركه يلحف سريو أريتس نمهر دلتي تيسوس نمهر دلتي ذلك ربي سبحانه وتعالى مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فكي ورأى آيات خيني قد خجيب سيسي فإنا لبو جلدين أكسيتو واتبع هواه فإنا لبو سجلدين
إذن هذا مصيبة قرتي أجايبات قد يانو نما قرتي فلنا لبوسا جل ديمو إماما قدن جل اللين ديما شريعة دور كي نما يفيفو فلنا لبوسا جل ديمو مال إماما قوتا مال جل ديمتا إساتي ونحن موسى تو انجفتشو دلل نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال وانجي ربي سبحانه وتعالى إني جاعلك للناس إماما يا إبراهيم أني أمتها في الإمامة سبودا جناني يا ربي إلمان كي يتقر إلا إمامه قال ومن ذريتي إلمان كي يرعو لا ينال أهدي قال وانجي ربي لا ينال أهدي الظالمين ظالم قرتي أهدي إمام ما أنت يندقب نمني ظالما إماما تو بلشان تو جلن ديما أي لا ينال أهدي بالإمامة الظالم وكل من اتبع هواه فهو ظالم نمني فإنا لبوسا جل ديمو أكجنوت ظالم فإنا سامله إلا ترجمني خايوسا بوتجوقف جراسا بوتجوقف أنغوسا أرجتجوقف وام فدورتي أرجتجودا والبوسا فيتقولو إرنتاين دنتا غندا في جني بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم يا ربي سبحانه وتعالى بل اتبع الذين ظلموا جل ديما ورغرتي ظالم أهواءهم بغير علم ليكم ساملت إذن تني خسارة ولا يكون مطبوعا جل ديمون لن تو إمام قرأتون تو جل ديمون تو كميتا جل ديمون ولا تطيع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا يا ربي سبحانه وتعالى جل ديمون نما كتاب ربي راغرتي غرا غلينوتي إساتو قال لي مال جلابو تيا جماعي مال ونيت جلابو انجيرو يجو ختيان نمني فلنا لبوسا جل ديمون كعابد الوسن كان مثلا ما قبلوت أفرأيت من اتخذ إلهه هواه من أول شيء يا جماعة نما قرتي فإنا إساء ربي قرأت فإنا إساء ربي نساء فإنا نساء لبو نساء إن تيني رفي يتوش برف مسجد أنا كلا عليه يتوش الله إن صلاتين يتوش إن صلاة إن صومنين يتوش إن صومن قراتين قرين يتوش إن قرأ إذن وان سيدو أنا بر أمانتي تكلي أكسبت بدو ولا قرتي واقفتا ولا يهودا ولا نصارى ولا مسلمة تك أكسبت بدو جا تيني أكسبت بدو تل تعرفين على بوسة هو تكن تبرو كمتين تعرفين دبون ما تلاقيه جا حريفة توسع جوا ورا مجالات إذن دوبا ربي كأي جنان فإن نالو تهدي إيش ترى دوبا ربي سيوم يجي أفرأيت من اتخذ إلهه هواه مصيبة جايبة تناف أن اتباع الهوى فإن لب جلديمون من المهلكات وأن مهلا الرأي ثلاثة منجيات وثلاثة مهلكات يا رسول الله صلوات الله السلام عليه واسدي تنما قرتي نجاس بافت واسدي جلة نجاس بافت تقفان تقوى الله عز وجل في السر وعلانية خيسا بقبة رب زباته لما فاوني نجاس بودا كلمة الحق في الغضب والرضا كلمة الحق هذا دبجو يو ارتيس وتدلل سوق abdus وتعارك abdus ويتجالل abdus تناف ولا يجرمنكم شنآن قوم جل رب سبحانه وتعالى بوس ورابل وان جبتو حتى إنسان كبن دبجو دبو ظلمي ان إنسان جبوس حتى إنسان كبن تن لبو تيتر رغابو فإن لبو جلابات يتبوسا صدفا والقصد في الغنى والفقر شوف جبت قلا تجارة تاتوس الرجل نمني ماليني أبيانا مجيجين نمني أركن جروز أتكو أسكي ساتو جاري أو بيس الدفاع جاري لا نمك كده كم بيتا جافا نواتك كن كم ناس يو غاري ته قسمت إذا كبيروني جافا واركتيس يو قسمت غاري ته إذا كبير أو خنا مو جيرو کرتے آج کب بولنا کیوں ہل خاردور وہ تو کفان نکاجے تھی وہ کسی نکاجے خسار مصیبہ ہے لأنه مال الجنان جاهل هدو ولا لا هدو دنيا تكر رافته اتدوته كبيرتي نمط دوسري اتدوته نمط يدو دوش اتيجته كذي تيجته جلده كي سفر راتا تايدون خسارة هيجو إذن ثلاثة مهلكات واسدي وني نما يالا خامو فهو المتبع فإن له بجلدين وإجاب المرء نفسه خلو سا جاي وفتو فتو جايبا وفتو ترياها نم تكون قوجا مخينا يو بيته وفتو مخينا سنيو وفتو مخينا هو مخينا قالي تاتي تسنيو دي وفتو خبا جندي أنا أركو يو بارادو بيته خرا لما رب بيته أما سيقول
أجي فيديو تير دولة خراب دابه روتين أما سيكتي أبا أبا ناي بكوجي تزلتاي يرفت حاجة رفت إنه خيس البين خيس ولني نمني مخينا بتتوف mana bareda wonni jaruf khota na lala no wadan sikatu legi jari live yo mijratu tayara gize sene business class yani kuma dibba ko yiti murate na mugo gaba wala kaza yare nigar si fada hitu idan tanajufa wa ijabul mar'i bi nafsihi qadar waqi qadar ma jahila kama yasharakat sigale wa shukhun muta'i haris wala dunya borola dunya borolchi ha dunya marachi ha dunya machesi aba dunya si machesi قبنا بسوطة دنيا إفتى دين تقول كل دين متش لين ما لين ما فكر مين لين ما يادي كل إفتى دين كل أبري دين ده سوى بيتو بالله أنا حرامي ولي كبي مال تمودين أبو تجي إتياد بو هو أنت إني إذن الآخر حرامي ولي تنكبي سيدو في حلالي وجيراتو يوكان لاكا هيراتا خيانات وبابا يسمى في دوار صلاة وسيسي كي كيلو لقي عندك كبي تيجي تبري جد لقي في بالله تنافو وانجي قال بعض السلف الغالب الهوى دي الغالب لهوى نمني قرتي فإنا لبوسا إنجفته أشد من الذي يفتح المدينة وحده فهو آسا قرتي بيتك قرتي ديادة وريج أبسرة سيقولين يقول الله ليتو هوى لبوتا إنجفته يتو تبعت تنافر إبن أبي طالب وانجي أخوف ما أخاف عليكم سنين ولا ما نسير رسول تدوى ما نجي اتباع الهوى دي وأما اتباع الهوى فينسي الآخرة فإنا لبو جلدهم آخرة ستغتشيفت إنما يبدو آخرة ستغتشيفت بورو إفتاني جدير بيالا لكي صلاة أودو أودو أستون صلاة جمع مسلاة جنة تتمنى نمتكين دلغن خاستي صلاة أستائن دلغن خوسيت متائن يأتوبر لكي سمان ججبانكو خان دلغن متاع دابي دلقرا كيسا ديو أكم توتامي دلغتي دنيان دلغتو إبادات رأي آخران دلغتو دنيان دلغتو أي مصيبة هذا تناب قرتي اتباع الهوى فيوصي الآخر آخر ما بدأت تفتيه فلنا لبو جل ديمون علي نبي تعالى بكزي وأما طول العمل حملة إيرتون نعم حملة إيرتون آخر ما بدأت تفتيه اتباع الهوى نمو فيصد عن الحق حقر سيديبستي فلنا لبو جل ولي ديمون شفتي أتي حديثة تهمتو نجوم قرانا قراتو نجوم أكنا مارة تاتي بيتي مارة تاتي يا أخي gaafni nuti gartee yahudaa injifannu yoo miseete beeka gaafa muslimni bikka takkatti rabbii tokkichatti amanee dhugaan salaata masgiida gaafa guute gaafa gama kitaaba rabbii deebi'e ibidda gartee الدنياتي في ابن يهودا جنابانا صلى الله وسلم على خاتم الانبياء والمرسلين اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار